يا صباح الفل وصباح الخير، صباح كل حاجة حلوة بأمر الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل وأحسن حال. نبدأ كده بفطارنا كده الجميل، كوباية شاي مع معجنات كده، المانجاونة الخطيرة دي كنت عملتها برضو معاكم قبل كده، حلوة قوي قوي. نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. متنسيش حبيبة قلبي اللايك للفيديو لو عجبك، وكمان الاشتراك كده في القناة وتفعيل الجرس عشان تنوريني. اول حاجة كده بنات، نزلت بقى الحمد لله الصبح كده اجيب عيش من الفرن. عايزة اقول لكم كانت زحمة كده، والحمد لله ان عدت على خير. بس وبعد كده رحت للعطار اللي في الحي الاماراتي جنب الفرن، يعني في المنطقة دي. رحت بقى جبت منه شوية الحاجات الحلوة دي. جبت منه بقى ايه، كيس كده اللي هو الكيس الباهي ده، ب65 كيلو ونص، تمام. وجبت بريكس ده، كان الكيس ده عمل برضو 15. والكيس الابيض ده كيس معطر كان ب5. وكيسين كده عايزه اقول لكم شاور، بحب احطه في الكومبينيشن قوي في الحمام وكده، بينضف وكمان بيعمل ريحه حلوه قوي قوي. وجبت منه شويه توابل برضو كانت ناقصاني من عنده وكده. تمام. طبعا بقى افضي الحاجات دي كلها كده في العلب، وما شاركتش معاكم لان يعني ايه، النظام برضو بغير في الفيديوهات وكده. بس تعالوا بقى، دخلت كده على طول البلكونه، كانت عايزه بقى تتنضف كده تنظيفه حلوه وتتظبط. جبت كده المكنسه وهبتدي اشفط كده، اشفط كده النجيله بالشكل ده، واروق على البلكونه خالص خالص كده. شايفين بقى الجمال؟ بس عشان برضو يعني ايه، تلا واحمد بيفضلوا واقفين فيها وكده، فعايزاهم برضو يقفوا في مكان حلو كده ونضيف. شفطت كل الارض كده، وطبعا عشان الزرع وقدامي مفيش اي حاجه خالص، في جبال بس من الرمل، فتلاقيها كده على طول متربه وحالتها حال. فقلت يعني انقذ ما يمكن انقاذه، واظبطها كده واروق عليها في السريع. بعد كده جبت بقى البذور كده، بذور ريحان. هبتدي ان انا ازرعها دي كده، سكينه بلاستيك. ببتدي ان انا افحر كده في الارض بتاعت ايه، الزرع وكده. وشايفين البذور شكلها عامل ازاي؟ بس وهبتدي بقى ان انا اردم عليها، وان شاء الله بقى لما تطلع باذن الله كده الريحان هبقى اوريها لكم برضو واشارك معاكم. حلو قوي، بيدي ريحه حلوه قوي. كان عندي بس يعني ايه، كنت نزلت الجنينه تحت في تحت البيت وكده، فما عادش عندي وكده. بصراحه لما كنت اسقيه او حاجه كان بتطلع ريحته كده خطيره، وكان بينفع برضو كنت بحط منه على المكرونه مش عارفه ايه، كان بيبقى حلو قوي قوي وريحته كمان خطيره. بس بعد كده سقيت بقى الزرع، يعني ايه، اديله ميه كده حلوه علشان كده يرعرع معايا ويفوق كده وينعنش. خلاص كده خلصت الحمد لله جزء البلكونه. وبعد كده قلت بقى شفط المجرى بتاعه باب الحديد بالشكل ده، عشان يبقى كده الجزء ده نضيف معايا كده وفل الفل. بعد كده دي طبعا انا كنت يعني ايه ساكنه في شقه ايجار في اول جواز وكده. بعد كده ربنا اكرمني الحمد لله في شقه الاسكان الاجتماعي ده. فهتلاقوا بقى ايه، يعني السجاد مش مقاس المكان او كده، فهتلاقوا الدنيا مش متظبطه معاكم يعني. فحبيت اعرف دي السجاده دي كانت سجاده طرقه في الشقه اللي كنت قاعده فيها وكده، في شقه الايجار. فالحته اللي هي قدام البلكونه دي حطيتها فيها كده، بحيث اللي خارج واللي طالع يعني ما تبقاش ايه بلاط كده على البلاط يعني. حطيتها بالشكل ده كده لغاية ما ربنا كده يكرم ان شاء الله بإذن الله اجيب واحدة كبيرة شوية في المكان ده. وهنا كده برضو هشفط بقى السجادة الكبيرة دي، السجادة الكبيرة اللي قدام باب الشارع، وهمشي عليها كده بالمكنسة برضو تتشفط كده معايا وتبقى زي الفل. بس كده كله سريع سريع كده، علشان بقى اقعد بقى في الاخر يعني ايه كل يوم كده زي ما اتفقنا ناخد حاجة، علشان ما الموضوع ما يبقاش تقيل علينا. كل يوم بقى تاخدي حاجة من البيت،
كنسة سريعة كده للبيت كله، جنب حاجة مثلا انت عايزة تعمليها. لو في حاجة يعني عايزة تتظبط، مهام صعبة يعني زي مثلا تطبيق الدولاب ضلفة منها، اي حاجة عايزة تتظبط، في حاجة في المطبخ عايزة تترتب، بس يعني فاهمين قصدي. وهتلاقي كده كل حاجة كده متظبطة وزي الفل. وهنا كده عشان ما تتوهوش مني، شلت الحاجة اللي على ترابيزة الصالة وشلت المفرش. همسح بقى الكلام ده كده مسحة حلوة وبس. يعني حلوة قوي الروتين ده كده، تخلصي حاجتك في وقت بدري. طبعا بعد ما جبت بقى العيش وكده، وقلت بقى ايه، ما بدهاش بقى هما كده ولا كده. اول ما بدخل من الباب، يعني انا بسيبهم نايمين، اول ما بدخل من الباب بقى بعد ما بجيب العيش وكده بلاقيهم صحوا بقى ومستنيني. بس فقلت بقى اخلص كله مرة واحدة كده، طبعا بعد ما كنت فطرتهم وكله تمام التمام. وبدأت ان انا ارجع كل حاجة كده مكانها. شايفين بقى الجمال، رواق كده والدنيا هادية وبسيطة خالص. وكمان هشد كده الستارة، وكل حاجة بقى مش في مكانها هظبطها وهعدلها بقى تمام. وبرضو شديت الستارة كده وهسيب حتة كده صغننة منها. بس شايفين بقى الرواق عامل ازاي بقى والدنيا هادية كده. وهبتدي ان انا اجيب كده الشرشوبة الحلوة دي وامسح البلاط اللي باين كده، اديله لمعة كده حلوة عشان الارض كده ايه تبقى يعني ايه طراوة كده وتبقى بتلمع معايا. بس كده شايفين. قومي كده خلصي كل اللي وراكي بدري. على فكرة الصحيان بدري حلو قوي، منجز كده معاكي، وبقيت اليوم بتبقي فاضية فيه. ممكن يعني تنامي كمان العصرية. يعني بصوا، لا حلو قوي ما شاء الله، بيبقى ربنا كده مبارك في اليوم. وتكوني عملتي كذا حاجة وتيجي تبصي في الساعة تلاقي سبحان الله الساعة يعني ايه ده، انا خلصت كل ده في الوقت ده. بعد كده طبعا ما الدنيا بقى يعني طرت شوية، نزلت كده على بالليل على الساعة يعني ايه كانت 7 كده. رحت المحل اللي هو جمعيتي اللي هو في محمد مهران، وجبت بقى الحاجات دي كلها. يعني جبت التموين بقى كده ويعني الحمد لله برضو ايه برضو بيساعد برضو في البيت الحاجات ديت. كانت ماما تقعد تقول لي اي حاجه في البيت حلوه وبتستر البيت، وحتى لو الحاجه برضو موجوده عندك تقول لي الحاجه في البيت بركه ونعمه كده. بس دي الحاجات كده اللي انا جبتها زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا جبت الزيت والنقط كملت عليها، وجبت ازازه خل، وكمان جبت السكر، وكمان جبت كيسين شعريه. ما كانش فيه بقى اي حاجه تانية غير الشعريه، وكان في جبنه ما حبيتهاش فجبت دي بس. يعني كده الحاجة اللي انا جبتها. ورحت بقى على العطار اللي جنبه جبت منه شوية منظفات كده من عنده كده. هوريكم بقى انا جبت ايه. جبت من عنده برسيل جل، وجبت دوني وجبت كلور، وجبت كمان كلوريكس الوان وايه تاني هتشوفوا برضو معايا دلوقتي. انا برضو ما عرفتش برضو ايه يعني ايه الحاجه كانت تقيله برضو عليا، فجبت الحاجات اللي اقدر اشيلها. والصبح برضو جبت الحاجات اللي كنت اقدر اشيلها، فاهمين. بس زي ما انتوا شايفين كده الكلوريكس الالوان والدوني اللي هو اللبني ده، وكمان برسيل جل، ودول كيسين كده من الكلور حلو قوي، بحبه كده احطه في الحمام بيخليه ينور كده معايا وبصراحه ما استغناش عنه خالص. وكمان دول كيسين بريل. يعني قلت بقى ايه نجرب الحاجات دي، كنت جربت منه قبل كده الدوني كان ريحته حلوه قوي، وكمان الكولوريكس الوان حلو برضو. بس كنت كده جبت الحاجات دي كده شاركتها معاكم، حلوه برضو كده وكمان موفره بصراحه. ولما تخلص ان شاء الله ابقى اجيب تاني يعني. بس كده ان شاء الله بقى كل حاجه كده احطها في مكانها وفي العلب بتاعتها. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسيش تنوريني يا حبيبه قلبي في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.